هل تعتقد ان السوق المصري يتحمل هذا الكم من الموديلات، مش موديلات، هذا الكم من الشركات؟ انا عندي ثيري انه عنه ما تحمل عادي. يعني ليه؟ اللي هيقدم حاجه حلوه، واللي هيقدم فاليو فور ماني، واللي هيقدم خدمات احسن يقب فوق، واللي هيسقط عادي مش مشكله. بس الناس اللي دخلت دي كلها هتعمل منافسه كبيره فشخ زي ما حصل، وشركات اوروبي نزلت اسعارها وشركات كوري نزلت اسعارها. كل ده في مصلحتي. وحسنوا اصل انا مش جاي اقول لك مواصفات عربياتهم. اصل مش جاي اقول لك يا رب الصين يكسب، لا يا عم يولع. 3 شركات 4 شركات دخلوا مثلا يولعوا، بس عملوا اسعار. فاهم؟ في شركه نزلت عربيه تحت المليون، وكانت عربيه جميله كانت عربيه جميله وكومباكت اس يو في، نزلت مره واحده بسعر خرافي. نزلت اسعار الشركات الصيني اللي انت عارفها الطبيعيه معاها بالظبط، ونزلت اسعار شركات تانية اوروبي معاها. ما عنديش اي مشكله، اغرق مفيش مشكله، بس انا خدت منك مصلحتي يولع. انا متفق تماما مع عبد الرحمن. انا شايف ان السوق مش هيتحمل ده، انا رايي انه مش هيتحمل ده، بس اللي بيحصل حاليا ده في مصلحتنا.